السلام عليكم. هنعمل الكبدة الاسكندراني مع بعض النهاردة بطريقة جميلة قوي وسهلة وسريعة، مش تاخد مننا اي وقت. يلا نبدأ. معانا بقى الكبدة بتاعتنا والكلاوي مقطعينها شرايح صغيرة، ومعانا معلقة كبيرة من الثوم المهروس، معانا فلفل رومي، ومعانا فلفل حامي، ومعانا معلقة كبيرة شوية من الكمون، ومعانا فلفل اسمر وعصير ليمون. في الطاسة بقى هننزل بشوية زيت حلوين كده، وبعدين هننزل عليهم بالدهنة اللي بتبقى مع الكبدة، او زي ما تحبوا عايزين تستغنوا عنها يرجع لكم. هنشوحهم بقى كده مع بعض، ولما تتحمر هننزل بقى بالكلاوي. هننزل بالكلاوي الاول عشان خاطر بتاخد سوا شوية عن الكبدة، وهنفردهم في الطاسة كده وهنسيبهم دقيقة عشان خاطر ما تنزلش العصارة بتاعتها من كتر التقليب، والنار طبعا بتكون عالية. هنرجع لها تاني بقى بعد الدقيقة، نديها تقليبة كده، وهننزل بعود زعتر جميل جدا بيدي ريحة تحفة مع الكبدة، يعني عود محترم كده. وبعدين هننزل بالكبدة بتاعتنا ونفردها في الطاسة كويس، مش عايزين برضو نقلب عشان خاطر ما تنزلش العصارة بتاعتها وتفضل متحمرة وجميلة. سيبناها بقى حوالي دقيقتين، هنرجع لها تاني نديها تقليبة، وبرضو هنسيبها يعني مش هنقلب كتير. خلاص ننزل بقى بالمكونات. معانا بقى معلقة كبيرة من الثوم، هننزل كده مش برضو يعني، هنديها تقليبة بسيطة تطلع الريحة الجميلة بتاعتها، ورشة الفلفل والكمون، يعني بيبقى اكتر شوية من الفلفل وبيبقى مع الكبدة جميل جدا، والفلفل الحامي والفلفل الرومي، وعصير الليمون هنسيبه بقى في التكة الأخيرة خالص. هنديهم بقى تقليبة برضو مع بعض كده حوالي دقيقتين 3، مش هنكتر، الكبدة مش بتاخد سوا كتير على النار. وطبعا ما ننساش الملح بتاعنا على حسب كمية الكبدة. خلاص كده بعد ما قلبنا كده دقيقتين 3 4 نشوف الكبدة استوت تمام. طبعا استوت وتحفة وجنن. هننزل بيها بقى على ننزل بعصير الليمون بقى عليها زي ما انتوا شايفين كده، وتقليبة واحدة بس خالص، ونرفعها من على النار، وتبقى كده خلاص الكبدة جاهزة معانا. عندنا عيش فينو بقى سخن كده ولسه جاي من الفرن، او عيش بلدي زي ما نحب، شوية طحينة، شوية جرجير، شوية سلطة، ونقدمهم معاها وبألف هنا. جربوا الوصفة، ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا له لايك وشير وكومنت، واشوفكم على خير يا رب، والسلام عليكم ورحمة الله.